السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم ومبروك عليكم هذا الشهر الفضيل. كنتمنى يدخل عليكم بالصحة والعافية وطول العمر. اليوم أخواتي غنتشارك معكم بسيطلات ديال اللوز والدجاج كيجيو رائعين وساهلين في التحضير. هنا عندي 400 غرام ديال اللوز بعد ما سلقتها وشحرتها شوية في الزيت بارد. حمرتها في الزيت بارد كنطحنها، ما غاديش نطحنها بزاف، المهم تبقى شي شوية كونكاسي. كيف ما كتشوفوا كنطحنها في الطحانة اليدوية. من بعد ما غادي نطحن غادي ندوز البصلة. عندي هنايا 3 البصلات متوسطات، غادي نقطعهم طيفات صغار، غنقطع 2 والثالثة غادي نخليها حتى للآخر وعاد غنضيفها مع القرفة. غادي نوضع ديك البصلة في طنجرة وغنوضع عليها الدجاج كامل اللي هو 2 كيلو 800 غرام، والتوابل كذلك عندي بسيبيسة، عندي الهيل، البزار، الكركم، سكينجبير، الملحة، وعندي الزعفران شعرة مرقداه في كاس ديال الماء، كاس معامر صغير كما كتشوفوا تقريبا نص كاس ديال العنبة. غادي نضيفو حتى هو لداك الدجاج وغادي نخلط شي شويه، غادي نغطيه وغادي ندوز نحطو على النار مهيله شويه وغادي نخليه يتقلى يتشحر في داك الماء ديالو. هنا غادي نضيف البصله الثالثه وغنضيف معلقه كبيره ديال القرفه، وغادي نضيف شويه المعدنوس مربط ما تقطعوش، لان ملي كتقطعوه كيعطي لاصوص واحد اللون ما زوينش. هنايا ضفت 6 ديال البيضات كيف ما كتشوفوا، والعسل كذلك 2 معالق. جيت اللوز ديالي هنايا ضفت المسكه حره، القرفه، العسل، وغادي نبدا نحرك. وضفت هنايا كذلك 2 معالق ديال الماء زهر مقطر، اللي عنده اللي ما عندوش يكتفي بكيس ديال منسم الزهر. وغادي نحط العقدات ب3، غنحط الدجاج تا هو قطعته وحيدت له العظام وقطعته كما كتشوفوا. جبت واحد الاطار وغادي نوضع فيه الورقه على هذا الشكل هذا، وغادي ندير الطبقه ديال البيض والطبقه ديال الدجاج والطبقه ديال اللوز، وغادي نبدا نلف كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا نلف دوك البسيطلات. غادي ندير الطريقة التقليدية العادية، وغادي ندير واحد الطريقة ديال الوردة كيف ما كتشوفوا. غادي نجمع الريوس كاملين ديال الورقة وغادي نلف 2 مرات وغنقلبها. ودوك الحواشي هما اللي غادي نبدا نشكلهم على شكل وردة. هاد الورقة اخواتي هي اللي كنت حطيت لكم فيها واحد الفيديو قصير اللي كنت احتفظت بها تقريبا اسبوع في المجمد، وعطيتكم الطريقة باش تبقى الورقة طرية وما كتكسرش. هنايا درت النص ديال الورقة اللي كنت محتفظة بها والنصف الآخر خديته. غادي نكمل البسيطلات ديالي كاملين، والما تبقى غادي ندير به بريوات، وغادي نشكل بلينيم. ثم غادي نشعل الفران على درجة حرارة 180. غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي نديرهم في المجمد وكيبقاو طريين، لان باقي شويه الوقت لرمضان. اللي بغات توجد ديال الخضره او اللوز، جميع المقبلات، هذا هو الوقت اخواتي كيبقى لكم توجدوا فيه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو اليوم، ودعموني باللايك ديالكم اللي كيزيدوا يحفزوني، وكنزيد نحط لكم الجديد. هنايا كملت البسيطلات ديالي، عطاتني هاد الطاوه هادي، درت منهم بريوات ولينيم وغادي ندخلها للفران. غادي نفتح وحده وتشوفوا كيفاش دايره من الداخل، كتجي لذيذه بزاف وعاطيه الريحه ديال المزيج ديال اللوز وديال الزهر. يا سلام، كتجي كتحمق مشاهيتكم.
إن شاء الله، والآخرين كيف ما كتشوفوا درتهم في هاد العُلب هادو، فرشت ليهم الورقة الطهي وغادي نديرهم في المجمد. هنا بعد ما زينتهم أخواتي هادو درت فيها القرفة والسكر الثقيل، وهادو دهنتهم بالعسل ودرت ليهم هاد لي سوريز كونفي، كيجيو لذاذين وساهلين في التحضير وكيجيو اقتصاديين وصحيين في نفس الوقت.